انت كمان وحشتني والله. بس ما بعرفش اتكلم في البيت كتير علشان يعني اخويا وكده. طب طب ماشي يا بنتي، تمام ماشي، مع السلامة، هكلمك تاني، سلام سلام. بتكلمي مين؟ دي واحدة صاحبتي. واحدة ولا؟ لا ايه ولا دي واحدة صاحبتي فعلا. انت بتغفليني؟ انا خارج من الاوضه سامعك بتقول وحشتني. ايه ده بس والله هفهمك. ما تخافيش، اتفضلي فهميني. ممكن بس تقعد عشان انا خايفة بجد. انا هادي خالص اهو، اتفضلي بقى فهميني. حاضر، انا هقولك على كل حاجة. بصراحة ده واحد معايا في الجامعة، ويوم حفلة التخرج قال لي ان هو معجب بيا وعاوز يتقدم لي. من يوم التخرج؟ يعني انت بقالك شهر بتكلميه؟ يعني في الحدود دي. طب وما جاش لي لحد دلوقتي ولا هو اخره مكالمات تليفون؟ لا لا خالص، على فكرة ده محترم جدا وانا ما شفتش منه اي حاجة وحشة. ولما هو حد محترم ما خبطش على باب بيتك ليه؟ هو قال لي ان هو خايف يجي يتكلم معاك، خصوصا ان هو لسه ما حضرش اي حاجة وكده يعني. وايه كمان بقى؟ هي الفكرة ان هو لسه بادئ شغله من قريب ولسه في مرحلة التأهيل، بس على فكرة هو شاطر جدا وجدع في شغله. طب كلميه. اكلمه؟ ما تكلميه يا بنتي، انت ما بتسمعيش. طيب هكلمه اهو، حاضر. ماشي كلميه. بس ورحمة بابا لا تأذيني ولا تأذيه. كلميه انت بس وقولي انا فتحت الموضوع مع اخويا ومستنيك. بس انا بقولك على فكرة، هو لسه بيجهز نفسه، طبعا ملوش غير اخته وملوش حد يساعده وكده. وانا مش عايز جوز اخت حد يساعده. انت بتتكلم جد؟ بتكلم جد. بصراحة انا كنت متوقعة ان انت هتتعصب بقى وتاخد منه الموبايل وكده يعني. ابقى عبيط لو عملت كده. عبيط ازاي؟ معلش مش فاهمة. بصي، هو ده ما يمنعش ان انت اللي عملتيه ده غلط، بس غلط نقدر نلحقه ونصححه بطريقه غير مضره. يعني ايه؟ يعني خلينا انا زعقت وخدت منك الموبايل ومديت ايدي عليكي، طب وبعد كده؟ لا مش عارفة. هتخسري اللي بيحبك وهو كمان هيخسرك، وساعتها هتحسب عليك انك كلمت واحد وخلاص، وابقى كده ضيعت من ايدك حد ممكن يكون خير ليكي. طب انت ناوي على ايه دلوقتي؟ ناوي اجمعكم بالخير. بجد؟ طبعا بجد، هو انا طالب ايه في الدنيا غير ان انا اوصلك للراجل اللي يصونك؟ يعني اكلمه؟ طبعا كلمي يلا وقولوا لي انا مستنيه، وما تخلوش يشيل هم حاجه. احنا في الاول في الاخر بنشتري راجل، وهو لو معهوش حق الخطوبه يجي يقرا فاتحه، وساعتها بقى نبقى نحدد براحته خالص على الاقل من مهله ان هو يجي يخطبك، وطالما نيته خير فربنا يسهلها له باذن الله. بصراحة انا مستغربة من ردة الفعل اللي كلها عقل دي. العصبيه والضرب عمرهم ما كانوا حل، بس عارفه لو ما جاش انا هعمل فيك ايه؟ هتشوف انا هعمل فيك ايه، علشان ثقتك ما كانتش في محلها واول اختيار ليكي طلع غلط. يلا كلميه قولي اللي انا مستنيه. بجد انت احلى اخ في الدنيا، ربنا يخليك ليا. عايزه حاجه؟ لا سلامتك.